السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلبه الكل يتمناه. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم، في حاجات حلوه قوي قوي. تنسونيش بقى بلايك وشير واشتراك في القناه لاول مره يشوفها. بصوا بقى، بما اني مدربكه الدنيا واحنا في شهر 9، وشهر 9 ده ميعادنا مع التجديدات كل سنة ان شاء الله. ربنا ما يقطع لنا عادة في نفس الميعاد هتلاقونا. بما ان يعني التجديدات السنة دي كده على الضيق شوية. السنة اللي فاتت كنت عاملة المطبخ، النهاردة يا جماعة عايزة اقول لكم عيد ميلاد المطبخ. فقلت اجيب له بقى هديه في عيد ميلاده، ان انا احاول ان انا اغير الديكورات اللي موجوده على الرخامه. زي ما انتم شايفين كده طبعا دوشه وحاجات كتير، وفي ناس كتبت لي في الكومنتات كذا مره خف شويه من على الرخامه الحاجات. وفعلا انا لما فضيتها لقيت في ارتياح نفسي رهيب بجد. والنهارده كمان هنعمل لمهاب مفاجاه ونعمل لبوسي مفاجاه، يعني النهارده يوم المفاجآت. فالمفروض ان احنا كنا نزلنا امبارح نجيب الحاجات اللي انا هجيبها للولاد، بس جم من الدرس متأخر وبيني وبينكم كسلت وكده. فقلت النهارده ان شاء الله، بما اني نازله بقى الهايبر ونازله اجيب شويه حاجات، فقلت بالمره ابص على حاجات تنفع للمطبخ وتكون ديكور ان شاء الله يعجبكم تغيير. زي ما انا قلت لكم النهارده شهر 9 ده كنت انا مخلصه المطبخ فيه، الحمد لله رب العالمين. وكنت يعني من الحاجات اللي انا فرحانه بيها جدا جدا المطبخ، يعني من الحاجات اللي انا عملتها ومبسوطه بيها المطبخ. فقلت بقى اجدد كده في الديكور بتاعه، وفي طقم التوابل وشويه حاجات بسيطه، بس هتكون هاديه، مش هيبقى الكونتر او الرخامه مليانه حاجات. ونحاول نخف على قد ما نقدر. فان شاء الله الحاجات اللي انا هجيبها تعجبكم ان شاء الله باذن الله. كمان عايزه اقول لكم اني هنزل اجيب القماش النهارده بتاع التنجيد بتاع السراير. وبقى انا هسيب الفيديو يشرح نفسه. يعني قابلتني، بصوا في الالوان، بصي كانها مثلا بتفرش شقتها. اه والله زي ما بقول لكم كده، كل شوية تتفرج على موقع بنترست وتختار ديزاين معين. تختار لون السراير، اللون ده لا هيليق مع الستاير دي، لا يا ماما هتبقى لونها آه منور قوي، انا عايزه كل حاجه هاديه. لا اللون ده، لا اللون ده. بص قلبت دماغي، يا ترى هلاقي عند بتاع القماش اللون اللي انا عايزاه ده. وتسيف في صور وتسيف في صور. بصراحه اول مره الاقيها فرحانه قوي كده يعني، فسايباها براحتها خالص. وانتوا طبعا نشجعنا في الكومنتات انها تختار حاجتها وانها تفرح بالاوضه بتاعتها. بجد بشكركم جدا على كومنتاتكم الحلوه وكلامكم الجميل اللي بيدعمنا دايما وبيرفع من روحنا المعنويه. ربنا يخليكم لينا يا رب ويديمكم نعمه في حياتنا. بصوا الكونتر كده او الرخامه لما يعني خلصت خالص بقت زي الفل ازاي، وكمان بقت هاديه قوي. فعلا كان عليها دوشه كتير قوي من قبل ما انا احمد يعني يجي، وانا كنت عامله المطبخ. فكده تقريبا فات شهر. هو جه وقعد اجازه اسبوعين، وتقريبا بقاله هو داخل في 3 اسابيع سافر، يعني ربنا يجيبه لنا بالسلامه يا رب. فالمطبخ عايز كده كده يتروق. استغليت ان انا بره الدنيا يعني زيطه، والدنيا كده ايه لسه ما اتظبطتش. عايزه افرش الاوضه بتاعت البنات مؤقتا، حتى لانه قبل ما تيجي الاوضه بتاعتهم تقريبا هيبقى حوالي 3 اسابيع ان شاء الله. المفروض انها استلم من ابو احمد قبل المدارس، يعني بيوم بقى بيومين، المهم ان قبل المدارس انا هو مواعيدني يعني. فانتوا لو شفتوا اوضه النوم بتاعتي هتشفقوا عليا. اوضه النوم بتاعتي بقت المكياج كله في الارض، وروج كل ما بتدخل تقول لي يا ماما انا عايزه احط روج احط روج. فعامله تلعب في المكياج وعامله تلخبط في المرايه. وبصوا لا، قلت لبوسي معلش يا بوسي كده مش هينفع، كده مش هينفع. قالت لي حقك يا ماما. وبتبقى اغلبيه الوقت بتبقى نزلت بدري عشان رايحه درس، فلوجي هي اللي بتبقى موجوده في الاوضه، فبتاخد راحتها على الاخر. فقالت لي لا خلاص يا ماما، انا نحاول نرتب الاوضه ونحط عليها الستاير. فانا بقى بغسل الستاير وبغسل بقى الفرش بتاعهم، وبعد كده بقى هرتب لهم الاوضه على قد ما اقدر. فقلت بقى بالمره اركز في المطبخ. بصوا المطبخ فاضي كده وهادي، الله على الراحه النفسيه. طبعا برضو الحاجات المجات دي هتتغير بلون تاني ان شاء الله تعجبكم بقى، يبقى بكره الفيديو او بعد بكره ان شاء الله. فان شاء الله الحاجه تعجبكم باذن الله. زي ما انتم شايفين بقى
انا هبدا اني اعمل قهوه. ليه؟ لان احمد من وقت ما راح الشغل وخد الكاتل اللي طمع فيه، عشان انا مش راضيه على الكاتل ده. بهزر طبعا. القهوه معاه بتطلع من غير وش بس طعمها حلو يعني، بس بيقول لي ما فيش وش وكده. فقال لي ايه السر؟ قلت له لا ما اعرفش، انا بقالي من ساعه ما مشيت ما عنديش، انا بعملها على عادي يعني بالكنكه العاديه. بعدين افتكرت ان انا كان عندي الكاتل بتاع القهوه بتاعي اللي انا كنت جايباه من سنتين، بس من ساعه ما مشي بقى انا ايه ما استخدمتوش. قلت اطلعه كده وقلت له خلاص بكره بقى اتفرج عليا في الفيديو، ويا رب يا رب القهوه تظبط معايا هعملها في الكاتل. بص بقى جبت الكاتل كده، وبما انه تقريبا بقاله بتاع اكتر من سنه ما اشتغلش، فقلت احط شويه ميه فيه. هو زي الفل وما فيهوش اي حاجه، بس قلت من الركنه احط شويه ميه فيه واغليها. وبعد كده اهو بصوا غليت بقى عشان ايه يتنضف. ده انا كنت بعمل كده كل ما بخلص كنت فنجان القهوه كنت بحط شويه ميه في الكاتل وانضفها بالطريقه دي. فعملت كده ونضفت وجبت اهي كوبايه شفافه عشان يبان الوش فيها. يا رب يا رب عامله اقول يا رب يا رب استرها معايا والقهوه تطلع بوش وتطلع تمام التمام. البرطمان ده كان عندي كده شكله حلو وكيوت، فقلت افضي فيه البن، عندي كيس بن فقلت افضيه فيه مؤقتا لغايه زي ما انا قلت لكم اجيب طقم حلو كده. والله شكله عسول خالص. فانا اعمل للقهوه حطيت بقى كوبايه ميه، وبعد كده رحت حاطه حوالي معلقه ونص يعني يعتبر مليانين او معلقتين ممسوحين قهوه. وبعدين دوبت كده لان طبعا لما اشغل الكاتل مش هحط فيها احط فيه المعلقه المعدن. فقلت ربنا يستر يعني. وعلى فكره يا احمد انت اللي عامل لي الفيشه دي، اول ما جبت الكاتل الفيشه بتاعته كانت ضربت، فانت اللي غيرت لي الفيشه. فانا كنت خايفه بصراحه ان هو ما يشتغلش، لا الحمد لله. بص بقى يا احمد القهوه اهي من الجناب بدات انها تعمل زي رغاوي، مش رغاوي، فقاقيع كده بسيطه، بس لازم تبقى مركز عشان القهوه ما تفرش. بص بدات كده اهي تعمل الفقاقيع من الجناب كده. وانا بصراحه كنت اوعى تفور، بس كنت فاكره ان الموبايل شغال، بس قبل ما انا شلت بس الكوبس فالموبايل كان فاصل يعني. صبيتها اهي. بصوا بقى اهي القهوة طلعت بوش ايه، مش اي وش. صورت كده خدت صورة ورحت وريتها له على الواتس. قال لي عملتيها ازاي؟ قلت له والله بالكاتل اهو، شوف الطريقة في الفيديو النهاردة اهو بالكاتل من غير سحر ولا شعوذة. البن تمام التمام، القهوة بوش. بصوا وش عامل قد ايه اهو. مية مية. دلوقتي بقى احنا طبعا الولاد بقى اللي جه من الدرس واللي قام من النوم والدنيا بقت تمام كده، نزلنا رحنا كارفور. ورحنا بالاخص كنا رايحين على بيتك. اخدت لوجي وبوسي ومهاب هيجيلنا على هناك علشان النهارده هعمل له مفاجأة واجيب له شاشة، عشان هو كان نفسه في شاشة جدا جدا. بس انا بيتك يعني كنت جايبة من عندهم الكولدير بتاع المية وكمان جايبة الميكروويف. فالحمد لله كده عدت سنة فخلصت الاقساط. باركولي باركولي وهنودي اللي انا اسكت لا. دخل نفسي في اقساط تانية. والله كان مهاب كان نفسه في تلفزيون جدا، لان هما لما بيقعدوا بره بيتخانقوا هما الاتنين. بوسة عايزه تتفرج على حاجات ومهاب عايز يتفرج على حاجات. فبما اني انا بتفرج على الحاجات اللي بوسي بتتفرج عليها، فبحس ان هو يعني مظلوم. اوقات كتير قوي بوسي بتتنازل يعني وتقولي خلاص يا ماما انا هتفرج على الموبايل، على الحاجه اللي انا عايزه اتفرج عليها على الموبايل، لان الشاشه بتاعتنا سمارت يعني فيها يوتيوب وفيها واي فاي. فهم بيحبوا اوقات كتير قوي يتفرجوا على فيلم على مسلسل. ف يعني ميولهم طبعا مهم. بس ساعات ممكن عايز اتفرج على تحليل الرياضه كوره كده، بوس اتفرج على مسلسلات تركيا على مسلسلات عربي معايا. فبحس ان انا جايه عليه وعليها. فقال لي يا كان بيقول لي يعني يا لو تجيبي لي شاشه، قلت له ربنا يسهل، يا لو تجيبي لي شاشه وربنا يسهل. فهو دخلت بقى بيتك اتفرج كده على الشاشات واشوف الاخبار ايه. طبعا ما بنصحش اي حد يجيب شاشه ال جي. طبعا عندي هنا ومبهدلاني، لان ظهر فيها اللي هي اللمط دي اللي بتقعد تنور دي مزغلله عينينا على الاخر، فيها حوالي بتاع 20 لمبه منوره كده في الشاشه. هبقى تشوفوها معايا الفيديو الجاي ده من اول ما جبناها، يمكن كان ما كانش عدى سنه على الشاشه وظهر فيها اللمط دي. فطبعا قالوا انها تتصلح، بس لما بتتصلح بترجع تاني يعني. فمزغلله علينا جدا. ف
فمش انا بس اللي بشتكي، يعني انا لقيت كتير قوي ناس بتشتكي من عيوب اللمبه دي، والالوان في الاول بتبقى زاهيه جدا وبعد كده الالوان بتبهت. فاحنا اهو بقول لكم يعني ال جي بلاش. فاحنا كنت محتاره بين سامسونج ومحتاره كمان بين توشيبا، فقلت خلاص اجيب سامسونج احلى، لقيت الوانه احلى. هو كل ده مهم ما كانش يعرف، كان يعرف ان انا رايحه يعني اجيب حاجات من الهايبر، زي ما انا قلت لكم ان انا كنت عايزه اجيب حاجات. فبقول له بقى ايه رأيك في التلفزيون، في التلفزيونات هنا كان جه. ده التلفزيون اللي انا جبته سمارت، في ده كان فيه كمان سمارت فريش، عامل تقريبا 5000 بس، تقريبا فريش ده لسه نازل جديد. فانا كنت بقول لهم ايه يعني ترشحوا لي ايه احسن، فقالوا لي احسن حاجه سامسونج وتوشيبا خليكي فيه. وانا كمان كنت كده مسرشه على النت ولقيت فعلا احسن حاجه سامسونج وتوشيبا. التلفزيون ده بقى اللي انا جبته سمارت، وفي نفس الوقت كمان في ريسيفر داخلي. فحلو جدا يعني، لسه مش هجيب له ريسيفر ولا اي حاجه. وكمان احنا لقينا في اشتراك كمان شاهد لمده سنه، شاهد وانفينكس والحاجات دي لمده سنه. وهو كان بقى ايه طاير، ما اقولكوش قد ايه من الفرحه ومن السعاده. ربنا يقدرني يا رب واسعدهم كمان وكمان، وربنا يديكم ما تتمنوا واكتر والزياده، عشان انا حبيت اشارككم النهارده الفيديو ده، لان انا عارفه ان انتوا بتحبوا لي الخير وبتفرحوا لاي حاجه انا بجيبها. بصوا التلفزيون ده برضو لو حد حابب يجيب، ده مش عارفه نوعه ايه كده، برضو موجود كمان في كارفور وبيتك ب 3149 جنيه. برضو حلو جدا، لسه نازل جديد. فقالوا لي يعني رشحوا لي برضو ان هو حلو، وعليه ضمان كمان 7 سنين. فانا قلت بالمره بصراحه، بس ده مش سمارت، هو كان عايز شاشه سمارت، فقلت بالمره اجيب شاشه سمارت وريسيفر، بدل ما اجيب بقى حد يدخل لي القنوات واقعد بقى ارتبها وكده. فقلت لا بالمره يعني. ولوجي هنا كانت بتتفرج على الشاشات وفرحانه جدا ان احنا بنشاركها كل حاجه وبتخرج معانا ومبسوطه، ولعبت في كارفور ولعبت في الملاهي، وكانت مبسوطة جدا جدا. يلا هنعمل الإجراءات بقى ونستلم الشاشة. طبعا مهاب كان معايا وكان فرحان جدا، وحبيت ان انا افرحه في نفس التوقيت اللي انا عاملة فيه لبوس الأوضة. انا قلت له عايز تعدل حاجة في أوضتك؟ قال لي لا الأوضة تمام جدا، هعمل له مكتب ان شاء الله بإذن الله. وقلت بقى افرحه بالشاشة اللي كان نفسه فيها. بعد كده هنطلع الشاشة وننزل تاني نروح على محل الأقمشة، نختار بقى الديزاين او القماش بتاع الستاير، وكمان بتاع ظهر السرير، لان السرير هيتنجد. فبصوا بقى، بصي راحت هناك وكانت محتارة جدا جدا. على فكرة احنا جبنا بس القماش بتاع التنجيد بتاع السراير، لكن الستاير لسه، لان بوسي كل شويه تخترع لي كده اختراعات وتطلع في اختراعات، شويه تقول لي انا عايزه الستاير مش لون السرير، مش لون ظهر السرير، وشويه تقول لي لا لون ظهر السرير. قلت لها لا خدي بقى ايه يعني تفكيرك كده وفكري براحتك خالص خالص. واوقات تقول لي انا عايزه الستاير شيفون بس ابيض. قلت لها ازاي والشمس يعني تدخل لكم كده ما ينفعش. فهي كانت محتاره جدا. قلت لها خلاص اختاري دلوقتي التنجيد بتاع السرير، وبعد كده يا ستي فكري في الستاير. المهم هي كانت حاطه في دماغها كذا لون، يعني عايزه كانت تجيب لون بصوا عايزه اقول لكم البينك الروز باودر، كانت بتدور على اللون الاول الروز باودر اللي هو الروز الفاتح خالص خالص. وبعد كده شافت الالوانات التانية، ايه طب ما اجيب كافيهات اللون الكافيه. يا بنتي ارسيك على حل، لخبطتيني وحيرتيني. طب اجيب اللون الاوف وايت، طب اجيب الفانيليا لاتيه. بصوا بقى قعدت كل شويه تجيب في صور وتشوف في صور بجد يعني ده من فرحتها، يعني اول مره تكون فرحانه كده. وقلت لها اختاري اللي انت عايزاه. طب انت يا ماما رايك ايه؟ قلت لها لا يعني انا مش هقول لك رايي ايه، علشان انت لما يعني مثلا بقول رايي ايه في الحاجه، بعد كده بتبقي مش مقتنعه، يعني مش مقتنعه تختاري ايه ولا تعملي ايه. فانت شوفي اللي انت عايزاه، علشان ما ترجعيش وتقولي لي انا ندمانه انا ندمانه. القماش هيتقص، مش هينفع فيه ندم، خلي بالك يعني. فقعدت بقى تفكر شويه كده لغايه ما استقرت يعني على القماش. الحمد لله اخيرا اخيرا الحمد لله.
بعد معاناة يعني، ما كانش كده بالسهل، قعدت تفكر وتعمل طب بقى نقطع الستاير، لا الستاير مش دلوقتي، لا هو الستاير اللي لازم تبقى نفس لون التنجيد بتاع الظهر السرير، ولا ممكن تبقى مختلفة؟ هو ينفع اعملها شوفون بس ومش عليها لازم اللي هي النازلة القطيفة؟ اصل انا حاسة عموما انها بطلت. طب ما ينفع شوفون وتحتيه بلاك اوت؟ قلت لها بقى شوفي اللي انت عايزاه. يعني هي كانت برضو ايه، بتختار من الالوان، شويه تبص على اللون الروز باودر، وشويه تبص على اللون الفانيليا لاتيه والاوف وايت والحاجات دي، لغايه ما اختارت لون اخيرا يعني الحمد لله. قلت لها برضو تبص على بالمره على ستاير، يعني الستاير انا عندي ستاير شوفون، بس قلت لها بصي الحاجات الجديده اللي طالعه دي، اللي هي بصوا الستاير دي طالعه ترند جدا، اللي هي لونين في بعض، مثلا منت جرين مع اوف وايت، كشمير مع اوف وايت اهي، كافيه مع اوف وايت. قالت لي لا يا ماما دي الدنيا هتبقى دوشه. قلت لها خلاص يا حبيبتي انا غلطانه، انا غلطانه يا بنتي. الستاير اللي عندنا، قالت لي والله انا بقول برضو حلوه جدا، انا عايزه الوان هاديه يا ماما، الوان هاديه. قلت لها حاضر، هطلع الستاير الشيفون، وما كنتش حطيتهم كتير، ويلا بينا بقى نروح على البيت عشان نركب الشاشه. حطينا بقى الحامل كده وثبتناه في الحيطه، وجت اللحظه الحاسمه اللي احنا نحط فيها الشاشه، وبكده اكون فرحتهم النهارده ورضيتهم، وكل واحد جاب الحاجه اللي نفسه فيها. لسه بقى ان شاء الله هننزل مع بعض نجيب لولوجي الحاجات بتاعه المدرسه، وكمان الشنطه واللانش بوكس وكل حاجه هي عايزاها يوم لوحدها مخصوص. يوم مس ميزانة، المس ميزانة اللي هي بص بتشوفيها. المس ميزانه دي، الميزانة بتاع المس المس ميزانه دي بالله عليك ايه؟ تقولي ايه؟ ايه؟ لا مس تشوفيها. البوتل يعني؟ أبط عايزه بوتل، حاضر هجيب لك. يعني زمزميه، كنا بنقول زمان عليها زمزميه، مالها الزمزميه؟ عادي ما اسمع. صلي يا بوسي، انت مالكيش دعوه بينا، صلي يا حبيبتي ومالكيش دعوه بينا، انت جايه تصلي وانا بسجل الصوت. هي بتقول ايه الميزانه دي يا بوسي؟ يا ده زمزمية. زمزميه بتقول عليها ميزانه؟ بس هي متلخبطة. اسمها زمزميه. قولي لها يا بوسي، قولي لها بوتل. زمزمية. ايوه. زمزمية. طيب يا رب شفتوا النقاشات العائليه دي. المهم هننزل لولوجي يوم يا جماعه، عشان هي بتقولي انا ما جبتش حاجه وما شفتش حاجه، فهننزل لها يوم كده نجيب لها حاجتها كلها ان شاء الله، يوم مخصوص للوجي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير، كومنت حلو منكم بتساعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على غير فيديو جديد. مع السلامة.